أبو تركي مساك الله بالخير. بالنور يا هلا. اليوم طال عمرك فيه صورة وفيه شعراء أبدعوا على الصورة. أكيد لازم يبدأوا. ونبي تقييمك يا أبو تركي ولا نفس المرة السابقة؟ أنا ما أقيم، بس الصورة إيه؟ تحمل لها معاني كبيرة جدا. يعني التقييم ما عندك تقييم المرة ما هذه؟ عندي تقييم، آخر واحد أنا أقيم بكرة. المشكلة يا أبو تركي الشعراء متقاربين وكلهم أبدعوا الصراحة. لأن الصورة جميلة. نبى نبدأ ونشوف عاد الناس المتابعين يكفون عني ما يحتاج. بيض الله وجهك. هذه الصورة شوفوا يا الربع، والأبيات إن شاء الله بعد المقطع ذا. الشاعر الأول يقول: رغم البساطة والفقر والمعاناة رحم فقير بالتراب يتعفر، معدم وحاديته ظروفه على قصاه يمد من زود الكرم ما توفر. الشاعر الثاني يقول: يا فقير مر في درب الفقير الله كل ما يملك على راحة يده، يا سلام. مد له من ملكه الشيء الكثير سجوعه قبل بنته وولده. صح. الشاعر رقم 3 يقول: هذا الكرم ما هو دعاية ولا زيف، الله عايش حياته ما يفكر بموته، ما هو مهم الكم بس المهم كيف. شوف الفقير اللي عطى نصف قوته. الله. رقم 4 يقول: أشيل خبزي في يدي وتشوفه عيون الكسير، وجود ما دام الزمان الشين قدمي رسبه، يحس بإحساس الفقير اللي قضى عمره فقير واللي ما عمره ذاق طعم الفقر، كيف يحس به؟ يا سلام. رقم 5 يقول: كم فقير يدوس في درب المخاطر الله ولا يرد النفس عن منهاجها، يجبر الخاطر وهو مكسور خاطر ويعطي الحاجة وهو محتاجها. الله.